السلام عليكم، اخباركم ايه؟ كله تمام. انا كتبت كابشن امبارح على موضوع الفطار. اشرح لكم سريعا كده موضوع الفطار. آه، ايه فايدته لو احنا اخرناه او لو احنا لغينا وجبة الفطار عامة. هو ينفع تتلغي، ينفع تتلغي. مفيش حاجة قرآن، يعني مفيش حاجة لازم تكون لا لازم نفطر، لازم كذا، لازم كذا، لازم نتعشى، لازم نشرب عصير. لا، مفيش الحاجات دي خالص. طب ايه المشكلة بتاعت موضوع الفطار ده؟ انت لو وزنك زايد او عندك دهون على الكبد عامة، اللي اي حد عنده بطن زيادة او كرش زيادة، دي دهون بتبقى دهون على الكبد. بتتراكم على الكبد الاول وبعد كده بتطلع على هيئة بطن، فخلاص بيجيلك بطن بتبقى دهون عنيدة بالنسبة لك. طيب نعمل ايه؟ انت جسمك بيحرق بالليل وانت نايم، خلاص. طيب لما يحرق بالليل وانت نايم، انت بتصحى الصبح ليه بتفطر وانت مش جعان؟ ما تفطرش. طب ليه ما نفطرش دلوقتي؟ بعديها ب3 ساعات مثلا ولا حاجة. انت بتصحى الساعة 7، خلاص افطر 11، افطر 12، مفيش مشكلة. لو انت بتتغدى الساعة 1 مثلا ولا حاجة، خلاص اتغدى الساعة 1. طيب ايه المشكلة برضو؟ اول حاجة المشكلة اللي انت جسمك بيحرق طول الليل. فانت دلوقتي هو شغال حرق، لما انت صحيت هو شغال حرق. طيب تيجي تاكل، خلاص بقى هو هيحرق بتاع امبارح ولا هيحرق اللي انت بتاكله دلوقتي؟ فهيحرق اللي انت بتاكله دلوقتي. طيب حاجة تاني الموضوع الكورتيزون بيتفرز طبيعي زي ما هو، فانت هتيجي تشرب حاجة او تاكل حاجة هتأثر على موضوع الكورتيزون ده دلوقتي في الافراز بتاعه. طب ايه فايدة موضوع الكورتيزون ده؟ موضوع الكورتيزون ده بينظم لك كل حاجات كتير. هو اللي يعني حاجة كده ايه، خرافية موجودة في الجسم، ربنا اداها لنا. بيظبط ضغط الدم، بيظبط السكر، بيشتغل على موضوع الجهاز الهضمي، بيساعد موضوع الاكل والشرب والحاجات دي وتظبيط حاجات كتير. مفيد للجهاز المناعي، للالتهابات. يعني انت لما تيجي تبقى مش عارف حاجة، لو تلاقي الدكتور خلاص ما مش عارف حاجة يعمل لك حاجة، بيديك كورتيزون مثلا. طبعا بيرفع الضغط وبيرفع السكر، بس يعني ايه، موضوع الالتهابات ده مهم، موضوع الجهاز المناعي، فده بيتفرز طبيعي، متاخدوش من بره طبعا عشان ده مضر. فلما يتفرز طبيعي بيساعدك اصلا. طب ليه ما برضو ما نفطرش الصبح، او ليه نأخر الفطار عشان الكورتيزون يتفرز طبيعي زي ما هو؟ تاني حاجة نأخر موضوع القهوة. اللي انت بتشرب قهوة من غير سكر طبعا عشان ما يأثرش على السكر، اشرب عادي قهوة بعد الساعة 9. أخر 3 ساعات، أخر ساعتين بعد ما تصحى من غير سكر، مفيش مشكلة خالص، ما بيحركش السكر عندك. طيب ليه برضو ما نفطرش؟ عشان صفاء الذهن. هتلاقي ذهنك صافية كده ومفيش أي مشاكل خالص. انت بتاكل أي حاجة في الفطار الصبح، عيش ومش عارف ايه وبطاطس وبتاع وطعمية والحاجات دي، بتخلي جسمك يفكر في الوجبة. يعني انت كمان ساعتين هتجوع اصلا وهتدور على حاجة تاكلها. غير كده اللي الدم كله بينزل في المعدة عشان يهضم الحاجات دي. فانت هتتأثر ذهني، وهتتأثر افكار، وهتتأثر كل حاجة. فانتوا اخروا الفطار 3 ساعات، بطل السكر خالص. زي ما قلت لك ما تشربش عصير ده انت بتلخص موضوع السكر في 5 6 برتقانات عشان تاخد لك 40 جرام سكر ولا 50 جرام سكر في كوباية عصير قد كده، من غير فايبرز، من غير حاجة. فانت موضوع الفايبرز زي ما انا قلت لكم، موضوع الفايبرز ده بيساعد على قلة امتصاص السكر في الدم، خلاص. فاحنا خلينا ماشيين واحدة واحدة كده في السلسلة بتاعت المعلومات البسيطة بتاعت الجسم. انا لسه ما قلتلكش لا تروح جيم ولا تمشي على دايت معين ولا حاجة، انا بكلمك دلوقتي على حاجات بسيطة انت ممكن تعملها، الدنيا هتتغير معاك. قلل سكر، قلل سكر، حط نعناع. النعناع بيدي تيست كده سكري شوية في الشاي مثلا. طيب الصبح نأخر الفطار، أخر الفطار على قد ما تقدر. لو انت بتصحى الساعة 7 عرفت تفطر، عرفت تأخر الفطار لحد الظهر، كان به اتغدى على طول، مفيش مشكلة. وواحدة واحدة نظبط كده موضوع الأكل كده، بحيث اللي انت لازم respect your body بقى، اللي انت لازم تفهم جسمك ده، تفهمه. لازم يكون بينك وبينه كلام، فانت لازم تفهم الموضوع ده. فواحدة واحدة مع بعض كده، تحاول تفهم جسمك وبيحس بايه وما يحسش بايه، وامتى تخس وامتى تزيد والحاجات دي كلها. لما تفهم جسمك هتستريح. يلا اشوفكوا على خير الحلقة الجاية ان شاء الله.